حطي الازازه جوه الشراب، اختراع جهنمي. استعدي للعيد ووفري فلوسك. يلا صلي على رسول الله في الكومنتات وكملي معايا الفيديو للاخر، ان شاء الله تستفادي بكل وصفه هقولها لك النهارده في الفيديو ده. وكمان ما تنسيش تقولي لي بتتابعيني من اي دوله. اول حاجه معايا النهارده مهمه جدا جدا لكل ست بيت، انك تحطي المناديل في التلاجة. ليه احطها في التلاجة يا جيجي؟ هقول لك دلوقتي. بصي، انا بحب اعين كل الخضروات عندي في علب بلاستيك زي ما انت شايفه كده، بس في مشكله واحده بتقابلني، ان العلب بتشبر ميه. بصي الميه والحاجه بتتبل، والميه ديت يا بنات بتخلي الخضار يبوظ. ليمون، خيار، جزر، اي حاجه حطيها في العلب دي. بس قبل ما تحطيها لازم تنشفي الميه كويس جدا جدا وتنشفي العلبه، وبعد كده هتاخدي المنديل وتحطيه فوق اي خضار انت حطاه. انا بحط الخضار والخيار، الجزر، كل حاجه في العلب كده، احط عليها قطعه المنديل زي ما انت شايفه، وبعدين بدخلها التلاجة. بتفضل معاكي اكتر من شهر في التلاجة. تعالى اقول لك الفكره التانية بقى معايا حلوه جدا جدا جدا. انا جبت ازازه وقطعتها زي ما انت شايفه كده، وعملت ايه؟ خدت قمع فتحته واسعه شويه، احط بيها الدقيق، التوابل بتاعتي، لان الاقماع بتبقى فتحتها ضيقه قوي. بصوا الدقيق نزل معايا بكل سهوله ازاي. لو عندك بقى خلة الأسنان، شكشكي بيها الفلفل قبل ما تقليه في الزيت عشان ما يطرطش عليكي. الفكرة دي حلوة جدا وما بتدخلش زيت كتير في الفلفل وانت بتقليه. طيب لو عندك بقى بطيخة، احنا جبنا مثلا البطيخ وكلنا يوم واثنين وثلاثة وبقى منها قطعة، نرميها؟ لا مش هنرميها، هناخدها ونطلع منها البذر، نقطعها قطع مربعة كده زي ما انت شايفة بأي شكل عشوائي، وهعبيها في كيس وهشيلها في الديب فريزر، مش في التلاجة، في الديب فريزر. بصوا انا معايا هنا بعمل الاناناس والموز وكل الفواكه اللي بتبقى عندي لما بيبقى منها في التلاجة، عشان لو سبتها اكتر من 3 4 ايام بتعفن وبتبوظ. طب ليه؟ انا ممكن اعبيها في اكياس واي ضيف يجي لي اطلع الحاجه واعملها فريش وبتبقى طعمها كانها طازه. اعملي بقى الطريقه دي، واي فواكه بقى عندك اعمليها. تعالوا نشوف بقى الفكره الاساسيه بتاعتنا المهمه جدا 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 في الفيديو ده. هنلبس بقى الشراب جوه الازازه كده، ولا الازازه اللي جوه الشراب، وهنقول مع بعض فكره حلوه جدا جدا كل ست بيت شاطره عايزاها، بالذات سيدات البيت بقى اللي هي ايه، عايزه تبين نظافتها وشطارتها كده. كل اللي انا هعمله، هجيب ازازه كبيره بالشكل ده زي ما انت شايفه، تمام. هقطع البوز بتاعه اللي فوق ده وهرميه، انا مش عايزاه، انا عايزه الجزء ده، تمام. وهبدا بقى دلوقتي اجيب ايه، عصره ليمون. ممكن تحطي ليمونه كامله زي ما انت عايزه، تمام. هعصر الليمون كده، وهحط معايا معلقه من ملح الليمون، وكمان معلقه من بيكربونات او اللي هو اسمه بيكربونات، ومعايا هنا ايه، بيكنج باودر، هحط برده نص كيس او معلقه. بصوا الشراب اللي معايا ده شايفين شكله عامل ازاي؟ انا هخليه لكم دلوقتي فله كده شمعه منوره من غير دعك ولا اي حاجه. حطيته بقى في الميه ديت زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه الميه. خلي بالكم ما تغلطوش غلطتي، حطوا طبق او حطوا صينيه في الازازه عشان ما تنيلش الدنيا، لانها بتفور بطريقه رهيبه من غير دعك. هتشوفوا بصوا الشراب يا جماعه، الشراب كانه جديد لنج. بصوا النظافه، ولا غساله تقدر تغسله ولا على ايديك تقدري تغسليه. حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا استفدتوا. ما تنسوش اللايك وكومنت حلو. باي باي.